الاول اهلا بيكم في تاني حلقة من سيزون 3 من Life of a Mother. Life of a Mother ولا Life with a Mother؟ طيب بجد بقى بجد هنتكلم في الحلقة دي عن ذنب الأمومة. ما لقيتش كلمة بالعربي، يعني هو احنا بنقول عليه الشعور بالذنب، ولكن في كلمة اسمها مام جيلت، ده يعني حاجة مشهورة، مصطلح يعني على بعض. ما عندناش قوي متهيألي مصطلح شبيه بالعربي، ولكن ممكن نسميها ذنب الأمومة، يعني مش روكت ساينس. هو الشعور بالذنب ده الشبح اللي بيطارد او بيعكنن رحلة الأمومة، بيخليها بدل ما هي حاجة تكون لذيذة. هو انا رجلي باينة؟ في هذه الحلقه هتعرفوا اني اتخنت. انتوا عمركم شفتوني رفيعه؟ صحيح انا كنت ارفع من كده. اتس اوكي طبعا، انا بحاول احب نفسي وبحاول اقبل نفسي، بس انا يعني عشان طول عمري كنت في الستينات في السبعينات، فانا من ساعه ما حملت وانا مش عارفه انزل عن 85. وتهيالي اخر شهور الحمل وصلت 100، فكان شكلي مكور مدور. هتلاقوها اول حلقه في الشانل دي، اخر شهور حملي كنت 100 كيلو. وانا في الفتره دي في حياتي بلعب في اواخر ال80 اوائل ال90، وده مسبب لي شويه ضغط محسسني. ايه علاقه ده بموضوع الحلقه؟ احساس الذنب ده اقوى شعور، عشان هو شعور يومي، يعني مش زي مثلا شعور بعد ان حاجه حصلت او كده، ولكن الشعور بالذنب هو بالنسبه لي انا حاسه ان هو قوي جدا، لان هو شعور يومي. اي حاجه ممكن تتسبب فيه، اي حاجه ممكن تعمله تريجر او يعني تحفيز، ومصاحب لرحله امومتي كمان من ساعه الحمل، مش بس من بعد ما خلفت. بحس بيه دايما كانه حاجه على كتفي او ورايا، بتحاول تنزل راسي في الارض حرفيا. كل الامهات اللي حابين يكونوا امهات كويسين بيتشاركوا فيه. بنحس بالذنب طول الوقت، بنحس بالذنب واحنا في فترة الحمل، ازاي هجيب طفل للعالم ده. بنحس بالذنب واحنا في الفترة الاولى من الولادة، حاسين بألم وغضبانين ان ابني ده او بنتي هو اللي تسبب في الألم ده بطريقه او باخرى. معرفش، ده اللي انا كنت حاسه بيه، معرفش اذا كان حد هيشاركني ده ولا لا. بحس بالذنب لو انا عايزه انام وهو صاحي، بحس بالذنب لو انا عندي مشوار وحد هيقعد بيه، بحس بالذنب لو انا عندي شغل ومضطره اوديه الحضانه، بحس بالذنب لو انا النهارده عملت اكل صحي بنسبه 30% مش 100%. بحس بالذنب لو اكلنا بره البيت، بحس بالذنب لو هو عيان، بحس بالذنب لو هو ما نامش كويس، بحس بالذنب لو هو عايز حاجه يشتريها وانا مش عارفه اشتريها له، بحس بالذنب لما هو يبقى عايز اهتمام مني وانا مش قادره اديله، بحس بالذنب يا نهار ابيض، بحس بالذنب لو انا حسيت ان انا تعبانه منه، بحس بالذنب لو انا وانا بربيه. اللي هو انا بربيه على حاجه صح، والحاجه الصح دي متطلبه ان يكون في الم انا بتسبب له فيه، زي الم مش ألم، يعني هو بجد ده التربية، ان هو مثلا انا بعلمه ما ياكلش حلويات كتير، فهو بيحس بألم اللي هو امي حرماني من الشوكولاتة، ولكن هو الصح اني ما ياكلش سكريات كتير، ولكن بشعر بالذنب برغم اني بعمل حاجة صح وانا عارفة اني بعمل حاجة صح، ولكن بشعر بالذنب. بحس بالذنب لو انا سايباه مع اهلي او باباه، بحس بالذنب وانا بدور له على مدرسه وحاسه ان يا صحيه بقى من 7 الصبح وهننزل وهيقضي اليوم كله في المدرسه وبعدها هنرجع البيت ومش عارفه ايه. بحس بالذنب ان كمان 20 سنه هيجي يقول لي يا ماما ليه عملتي كذا ما عملتيش كذا. مؤلم، شعور مؤلم متواصل متشعب. لو الطفل اتعور او وقع او حاجه بحس بالذنب، مش انا اللي موقعاه، مش انا اللي عورته، بس هو وقع اتعور، بحس انا بالذنب ليه ما اعرفش. بحس بالذنب لو حسيت اخر اليوم ان انا ما قضيتش معاه وقت كفايه، او ما لعبتش معاه، او انا مش عارفه العب معاه بالطريقه اللي هو عايزني. ساعات بيكون عايز نجري مثلا، اللي هو يابا صحتي على قدي. بحس بالذنب لما بشوف نماذج لناس تانية شكلهم يبدو ان هم عم بيعملوا احسن مني او حياتهم احسن من اللي انا قادره اساعد ابني يكون فيه او اوفره له سواء ماديا او معنويا. لما بشوف ده من بره بالذات سوشيال ميديا، طبعا طبعا طبعا، حتى انا انستجرام
اكاونت لو حد دخل عليه اللي هو لايف اوف ا ماذر هيلاقي صور بقى وانا وعدنان بنضحك وبنحب بعض وهو لابس حلو وبتاع يعني طبعا دي لحظه في اليوم، انا مش محتاجه بقى اقول ده كتير، كلكم امهات وابهات عارفين دي هي 5 ثواني بالظبط بعد ما بنلبس اللي بيبقى شكلنا مرتب، هم 10 ثواني بالظبط اللي اداني فيهم شويه حب في اليوم واداني بوسه. لو انا بقى كنت محظوظه كفايه ولحقت اصورهم او حد لحق يصورهم ويبوست ذات اون سوشيال ميديا عشان احنا نحس بقى ان احنا حياتنا حلوه، حياتنا فيها حاجه جميله بتاع زي ما باقي الناس بتنزل حاجات، خصوصا اللي مش اهالي اللي هم بقى بنحس ان هم بنحس بالذنب لما بنلاقي ناس عايشه حياتها ومسافره وراحه وجايه وبارتي وبتاع واحنا قاعدين بنغير بامبرزات عيالنا. بامبرز مقاطعه، بدعوكم تفكروا في بديل اخر، ممكن لو حد يعرف بديل يكتبه لي في الكومنتس. بحس بالذنب وانا مش عارفه اجيب له احلى لبس في العالم، بحس بالذنب وانا مش عارفه اوديه احلى اماكن في العالم واحنا مسافرين وهو قاعد مش مرتاح في العربيه او الاتوبيس، بحس بالذنب لاي سبب. كنت بحس بالذنب وهو بيسنن، كنت بحس بالذنب لو سرب، كنت بحس بالذنب لو باكله اكل مش عاجبه، دلوقتي بحس بالذنب وانا عايزه ادخله احلى مدرسه في العالم ام 300,000 جنيه وانا مثلا مش هقدر ادخله غير مدرسه تانية. ايه تاني كتير، كل حاجه يعني كل حاجه لو سيبنا الشعور بالذنب يسيطر علينا فيها، يعني شعور الذنب هيلاقي طريقه يخش ياكلنا من جوه لو احنا سيبناه يسيطر علينا. وانا ام جلتي، انا مديه سيطره كبيره جدا لشعور الذنب على حياتي. انا مش جايه اقول لكم تعملوا ايه، انا جايه اشارككم رحلتي وانا بحاول اتخلص من الشعور بالذنب ده، وعلى رأي الدكتور بتاعي اطلق الشعور بالذنب. وانا بدور ازاي الامهات بيتخطوا الشعور بالذنب، لقيت كونسبت او مفهوم لذيذ قوي. انا بس قبل ما اتكلم عن الكونسبت ده انا حابه استغل فرصه المنصة الصغيرة بتاعتي واقول فيها قد ايه انا بدعم وبحب الشعب الفلسطيني وبتمنى له النصر، وقد ايه احنا فاكرينكم طول الوقت ومش ناسيينكم وقلوبنا معاكم، وبفكر الناس اللي في بلاد اخرى بفكركم ان احنا محتاجين نقاطع المنتجات اللي شرائنا ليها بيتسبب في ازدهار البلاد اللي بتساعد بشكل مباشر استمرار الاحتلال. طيب هنرجع لكونسبت اللي لقيته الامهات تانية بيفكروا فيه، وهو كونسبت يعني ايه ام كويسة، يعني ايه الحاجة اللي انا هقيس عليها واقول والله خلاص طالما انا عملت حاجات دي يبقى انا كده ام كويسة، يبقى انا مش هحس بالذنب. اولا دي حاجة نسبية جدا، عمر ما في تعريف للام الكويسة، ولو في تعريف محطوط فهو هي حتى قالته just good enough اللي هو والله تمام يعني تمام. في برضو مفهوم تاني حابة أشاركه، فكرة إن إحنا دايما فاكرين إن إحنا محتاجين نقدم 100%، ولكن في أيام بتبقى 100% بتاعتنا أصلا 30%، فلو إحنا ادينا 30% دول كلهم يبقى إحنا ادينا فعلا 100%. مفهوم صعب لأحد الأشخاص اللي مسيطر عليهم الذنب زيي، ولكن الحياة من غير ذنب تستاهل إن إحنا نحاول نشتغل على ان احنا نبطل الشعور ده او نقلل سيطرته علينا. فهو كل الفكره ان احنا محتاجين نسال نفسنا هو مين اللي حاطط القواعد او الستاندردز للجود مام او الجود داد. انا معرفش في ابهات بيتفرجوا على البتاع ده ولا لا، بس يعني كان مين اللي بيحط القواعد دي؟ هل احنا بنحطها لنفسنا بناء على ناس تانية شايفينهم من بره واحنا حاسين ان احنا لو عملنا ده يبقى احنا كده امهات وابهات كويسين، ولا ده مثلا حاجه في التلفزيون شفناها وحسينا هي دي الام الكويسه لازم اعمل زيها، ولا دي حاجه شفناها على السوشيال ميديا؟ وبفكركم تاني حتى انا لما باجي انشر حاجه على السوشيال ميديا ببقى انشرها في احسن صوره في اللحظه اللي انا فيها واقفه على رجلي، مش في اللحظه اللي من يومين اللي انا كنت قاعده فيها على الارض بعيط وعايزه اخبط دماغي في الحيط. مش ده اللي انا نشرته. انا نشرت وانا قاعده في حته نظيفه من بيتي لابسه كويس وغاسله وشي. فبفكركم ان احنا دايما نفتكر لو احنا شفنا حاجه قدام عينينا ده مش بالضروره معناه ان الحياه عامله كده، انا الحياه مش عامله كده عندي على الاقل. وحاسه ان انا لو جيت سالت نفسي بس اسئله بسيطه زي هو انا بحب ابني؟ هو انا اديته احسن حاجه عندي هنا ودلوقتي؟ خلاص. طبعا هو الموضوع مش بالسهوله دي ولكن لازم يكون بالسهوله دي.
طب ليه اصلا احنا بنحس بالذنب؟ احنا بنحس بالذنب عشان احنا بنحس ان احنا مقصرين، ان احنا مش واصلين لتوقعاتنا من نفسنا، محتاجين من نفسنا احسن. زي ما اكون ما خدتش الختم بتاع المجتمع اللي هو والله انت ام كويسه خدي الختم، فحاسه ان احنا اول ما نكتفي بنفسنا ونبقى احنا متاكدين من جوانا انا ام كويسه مش هحتاج ده من بره. لو هنا هتكلم على الخطوات اللي بينصح بيها لتخطي الشعور بالذنب ده، فاول خطوه منهم هي ادراك الشعور بالذنب. فلو احنا بس بدانا ندرك ان اللي احنا بنعمله ده شعور بالذنب، فدي بدايه او نص طريق التخلص منه. في ناس بتحب الشعور بالذنب وبتحس ان هو ده، يعني بتحس ان ده اللي هيخليها المره الجايه تعمل احسن. مش دايما دي الحاله، ممكن الشعور بالذنب يخلينا قساة قاف سين ألف تاء مربوط، قساة جدا في الحكم على نفسنا، ويخلينا المرة اللي بعدها نعمل وحش أو نتصرف وحش عشان نثبت فكرتنا عن نفسنا، اللي هو أنا أم وحشة فأنا هعمل وحش. الموضوع معقد يعني شوية ومحتاج كمية وعي كبيرة قوي عشان نقفشه. أول مرحلة خالص هي 4 نقط: إني أقبل غلطي، اقبل ان انا غلطت او قصرت، وان دي حاجه بشريه عاديه خالص. احنا كلنا مثلا حتى لو عندك 10 عيال، التصرف اللي انا عملته مع الطفل ده دلوقتي اول مره اعمله مع الطفل ده، فانا خلاص اكتشفت التصرف ده غلط. المره الجايه انا هقبل اني عملت غلط، هقرر اني ما اكرروش، هقرر اني ما اكرروش، ولو عملته تاني اهم حاجه اسامح نفسي، اقبل اني غلطت تاني، اتس اوكي. ونحاول بقى بعد ما نعرف الغلط ونقبله وكل الكلام ده، نحاول ان احنا نعمل له خطوات، اللي هو والله انا حسيت بالذنب المره دي عشان انا مثلا ما عملتش اكل صحي، طيب خلاص انا هقبل ان انا دي كانت اقصى حاجه عندي، ان النهارده مش قادره اعمل اكل صحي، او النهارده هناكل بره مثلا في مكان اكل فيه مش صحي، هقرر اني ما اكرروش، او لو هكرره هبقى اكرره مثلا بمعدل اقل، وهعمل له خطوات اني اتخطاها. ان المره الجايه مثلا لو هنخرج هنطول هاخد معايا طبق سلطه بدل ما اروح اشتري اكل من بره، يعني احط لنفسي خطوات بدل ما اقعد اقسو على نفسي. واخر حاجه هي اني اسامح نفسي، عشان يعني مش هيبقى احنا والزمن على نفسنا. هي معلش بقى الشمس عماله تنزل والاضاءه تتغير، بس ده احسن حاجه عندي لحد ما اجيب ليد لايت. في حاجات تانية محتاجين نعرفها واحنا بنقفش الشعور بالذنب يعني، وهي ان لو الطفل قاعد مع باباه فده باباه. من حق الطفل على الاب انه يخصص له وقت في يومه ووقت في اسبوعه، ويخصص له مكان في حياته، ويعمل له اكتيفيتي بيعملوه مع بعض. مدركة تمام الادراك ان الحياة صعبة وكلنا بنشتغل بايدينا واسناننا، ولكن لو عندك طفل فمن حقه عليك انك تخصص له وقت، عشان هو مش ذنبه انك جبته الدنيا، فسنس انك جبته الدنيا فخصص له وقت، خصص له حب، خليك اب حقيقي ليه. مش كل المهارات الطفل بيتعلمها من الام، حتى لو الام تعرف حاجات كتير، في مهارات كتير الطفل محتاج يتعلمها من الاب. البنت او الولد محتاجين يلاقوا حب وحضن من ابوهم عشان ما يروحوش يدوروا عليه في اشكال تانية مؤذية ليهم في الحياة بره. انا حاسه انا بقول بديهيات، ولكن اتس اوكي يعني ان احنا نفكر بعض. المفروض كأمهات ما نحسش بالذنب لما بنسيب الولاد مع ابوهم، لانه ابوهم هو ليه فيهم زي ما انا ليا فيهم. خصوصا بقى ان الوقت اللي بيقضوهم مع بعض ده بيخليهم مترابطين اكتر في المستقبل. دايما بنسمع عن قصص فيها الاب بيحس ان انا ATM، انا عيالي مش بيحبوني، بس ده بسبب ان من اول حياته وانت مش موجود فيها. فما تتوقعش يعني ان فجأة لما الولد ده يخش الجامعة انه فجأة هيدخلك في قرارات حياته. انت ما كنتش موجود وهو بيروح النادي، ما كنتش موجود وهو بيروح المدرسه، ما كنتش بتطمن هو اكل ايه النهارده، ما كنتش بتتكلم معاه مين مضايقه. اكيد لما يكبر ويبدا ياخد قرارات في حياته، ازاي مستني منه انه يدخلك في حياته فجاه؟ لو انت مش موجود في حياته دلوقتي يبقى انت مش موجود بعد كده. وخصوصا بقى لما الابهات بيطلعوا على المعاش بيكتشفوا ان ايه ده، انا ما اعرفش حاجه عن ولادي. يعني بما ان الفئه اللي متابعاني دلوقتي ممكن تكون اصغر بكتير من الفئه اللي طلعت على المعاش، بعزم عليكم تكونوا ابهات حقيقيه. يعني من ضمن ان احنا نقفش الشعور بالذنب ان احنا انا مسؤوله عن ابني، ولكن رحلتنا مع بعض. انا مش عارفه كل حاجه فانا بتصرف صح، ولو اتصرفت غلط يبقى انا غلط، يعني احس بالذنب. انا بتعلم معاه
زي ما هو بيتعلم عن الحياة انا بتعلم عن تربيته. ساعات برضو بنحس بذنب شوية بسبب احساسنا ان كانت حياتي يا وحشتني حياتي وبتاع، وحاسة ان اوكي ان توحشني حياتي ده اصلا شيء منطقي، اكيد هيوحشني لحظات الهدوء. النهاردة اللي مخليني عارفة اصور الحلقة ان عدنان مش معايا، فالصبح شربت بقى المشروب بتاعي وهديت وبتاع، فاللي هو وحسيت واو انا مبسوطه قوي بجد وبتاع، وحسيت بالذنب اللي هو ايه ده انا ليه مبسوطه من غير ابني، بس اتس اوكي عشان انا بشر، عشان انا من حقي احظى بوقت فاضي وقت لنفسي. فلما اعرف ان ده من حقي هبطل احس بالذنب ناحيته. من ضمن الحاجات اللي محتاجين ناخد بالنا منها هو ده صوت مين، صوت مين اللي جوايا اللي بيقولي ان انا غلطانه في الحاجه الفلانيه. هل ده صوت حقيقي صوتي، ولا صوت حد وانا صغيره كان بيحسسني بالذنب لما اعمل كذا كذا، بدل ما يعلمني الصح كان بيعلمني ده بطريقه غلط. انا ليه بفكر كده؟ هي كلها رحلات مع الوعي، يعني كلها حاجات ليها علاقه باني ادرب نفسي اكون واعيه اكتر لتصرفاتي في مواقف معينه، وكل مره لما بتصرف عن وعي بيعمل نتيجه احسن من المره اللي بعدها. بتيجي هنا مشكله البرفكشنست اللي عايز دايما يعمل احسن حاجه، وبرضه دي رحله وعي ان المفروض البرفكشنست ده يعرف هو انا ليه عايز اعمل احسن حاجه. هل لو انا عملت حاجه مش احسن حاجه ده هيخليني مش حاسس اني انسان كويس؟ يعني هو حاجات راكبه فوق بعضها. يعني في بوينت مهمه فرقت معايا قوي، هي ان الطريقه اللي انا بكلم بيها نفسي هي الطريقه اللي انا بسمح للناس يكلموني بيها. فلو انا قاسيه على نفسي، لو انا بتعامل ان انا انسانه وحشه، لو انا مصره اجلد ذاتي لابعد درجه عشان ده اللي بيخليني فاكره اني كده هبقى احسن المره اللي بعدها، فدي هي الطريقه اللي الناس اللي حواليا هتعاملني بيها. هم هيعاملوني اني وحشه واني استاهل وكل الكلام ده، ولكن اول لما انا من جوايا احس ان انا بقدر نفسي احسن، بحط حدود احسن، بكلم نفسي بطريقه احسن، ده هيخليني ما اسمحش لاي حد حواليا يتكلم معايا باسلوب مش لطيف. ده هيخليني واثقه في تصرفي. ساعات كتير قوي احساس الذنب ده بيجي ان حد بيقول لي انت غلطانه، وانا بتصرف في تصرف معين انا عارفه ان انا عارفه ايه احسن حاجه لابني، انا عارفه ده التصرف المناسب لظروفي وحياتي ووقتي، ده التصرف المناسب لحالتي الماديه او حالتي المعنويه، ده التصرف المناسب اللي هيخليني اربيه بطريقه احسن في المستقبل، او حتى ده التصرف المناسب اللي انا قادره اعمله دلوقتي. ساعات بنكون مش قادرين نعمل احسن من كده، انا مش قادره، يعني جسمي او عقلي مش قادر يعمل اكتر من كده، فانا عملت احسن حاجه عندي and that's it، دي احسن حاجه عندي. فلما انا مقتنعه، مش عايزه اخبط على المايك، بس لما انا مقتنعه بده جدا ان دي احسن حاجه عندي، هيرفع الحواجز قدام حد من بره يقول لي ان انا مش كويسه. فلو هنلخص عموما اللي دورت عليه في الشعور بالذنب، هنلاقي ان احنا نقبل الغلط، ونقبل ان ده كان احسن حاجه عندنا وعملناها حتى لو هي غلط، فخلاص هو غلط وحصل. وتاني حاجه ان احنا نسامح نفسنا على الغلط ده، وان احنا نعرف الصوت اللي بيحسسنا بالذنب ده جاي منين، وان احنا نعرف برضو ان كل ما نكون بنكلم نفسنا بطريقه احسن الناس اللي قدامنا هيكلمونا بطريقه احسن. رحله التخلص من الذنب رحله طويله قوي، وانا بحاول فيها بقالي سنين. مبسوطه اني بشارك ده معاكم، وعايزاكم تشاركوا رحلتكم مع الذنب معايا. لو حد عنده فكره او حاجه ساعدته يتخلص من الشعور بالذنب ارجوكم، انا محتاجاها جدا. لو عندكم مواضيع تانية حاسين ان احنا ممكن نتكلم فيها، يا ريت تشاركوني بيها، ابعتوها لي او اكتبوها في كومنت. واشوفكم الحلقه الجايه من لايف اوف ا ماذر. انا فخوره بنفسي اني صورت الحلقه دي. هو انا خلاص مش عارفه اظبطها، ففي الحلقه دي هتعرفوا ان انا مخبيه زرار. الشعور اللي نايمين قايمين صاحيين بيه، ذنب الامومه over too much. هنتكلم في دي تاني حلقه من سيزون 3. هتكلم ده ايه ده واحنا مش في اعلان هنا؟ ايه ده؟